السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة من ألذ الأكلات اللي هنعملها مع بعضنا. هنعمل الرز البسمتي والفراخ المشوية وسلطة الكروسلو. هنجيب معانا بصلاية ومعانا طماطم ومعانا البهارات ملح وفلفل اسود 7 بهارات وجوز الطيب ورشة سكر. ومعانا هنا الكوباية دي فيها صويا صوص باربيكيو وزيت وخل ونص ليمونة. هنمسكهم كلهم في قلب بعضيهم ونفرك البصل زي ما انتم شايفين كده. هنفرك البصل مع التوابل مع الطماطم، وهنقوم جايبين الفرخه غسلينها ومنقعينها بالمحلول النقع كده. قمت حطاها في قلب التتبيله اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده هقوم حطاها ومتبلاها من جوه ومن بره وخلصتها وركنتها على جنب لمده ساعه او ساعتين. حطيتها في الفرن. هنا معانا سلطه الكروسلو. البوتنج معانا الاول. معانا كوبايتين الكرنب و3 كوبايات جزر. هنا الجزر بيبقى ضعف الكرنب، نص الكرنب بيضه، نص التاني الموف. وبعد كده قطعتهم حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده وحطيتهم هنا. حطيت كوبايتين زبادي، معلقتين سكر، معلقتين عسل. هنا السكر والعسل بعدين بيبقوا مظبوطين خالص. اول ما بتحطي كوبايه ونص لبن، الصوص يبقى وسط ولا تقيل او ولا خفيف قوي. وبعد كده هقوم حاطه مقلباهم كلهم في قلب بعضيهم، وحطيت نص ليمونه وحطيت معلقه خل وقلبتهم كلهم في قلب بعضيهم. وبعد كده قمت حاطه الجزر والكرنب. بعد كده قمت حطيتها لمده 4 ساعات في التلاجة. غطيتها وحطيتها لمده 4 ساعات في التلاجة عشان خاطر اقل حاجه 4 ساعات او 6 ساعات تتحط في التلاجة او تبيتيها من بالليل. وبعد كده هنعمل الرز معانا حطينا السمنه على زيت عشان يبقى الرز مفلفل. وبعد كده حطيت الورق الرورو والاعشاب اللي هي روزميري والزعتر و3 فصوص حبهان، وشوحتهم لحد ما روائح الاعشاب طلعت. بعد كده حطيت الزبيب. اول ما الزبيب حطيته في الحراره اتنفخ زي ما انتم شايفين كده. قمت حاطه الرز البسمتي زي وقلبته تشويحتين. وبعد كده حطيت بتروحي عند العطار تجيبي بهارات الكبسه، قولي له عايزه بهارات الكبسه بتحطيها. وحطيت نص معلقه فلفل اسود، وحطيت مكعب مرق الدجاج وشوحتهم، وحطيت الملح، ظبطت الملح. وبعد كده قمت حاطه الميه واستوى زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. بقى مفلفل معانا زي ما انتم شايفين كده. وطلعنا الفراخ من الفرن وقدمناه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. جربوها على طريقه مطبخ نونو، مش هتندموا. اللهم بارك، كان طعمها تحفه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في ايه الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.